بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معكم أخوكم فتحي، والنهاردة هنكمل كورس ال MCSA الويندوز سيرفر 2019. طيب احنا خلاص كده سطبنا الويندوز سيرفر، وهنبدأ ان احنا الجهاز فتح معانا. طيب علشان ان احنا نبدأ نضغط كنترول Alt Insert. تمام، هنروح نغير العربي الانجليزي ونكتب الباسورد بتاعنا بكابيتال A S S W 0 R D. نضغط انتر. هيبدأ الويندوز سيرفر النسخة تبدأ تفتح معانا. الويندوز سيرفر زيه زي الويندوز 10 زي الويندوز 11، نفس كل حاجة. هيفتح معاك طبعا. اول لما يفتح اكنك شغلت ويندوز 10 عادي جدا. هيفتح معاك على طول هو السيرفر مانجر. طيب انا كنت عايز اقول لكم حاجه قبل ما نبدا، ان احنا علشان اللي عنده مشكله ان الشاشه صغيره، زي ما انتم شايفين الشاشه كبرت معايا اهيت. اللي عنده مشكله ان الشاشه صغيره هيروح يضغط هنا على في ام. هينزل تحت، بعد تحت المانج هتلاقي في انستول في ام وير تولز. انا هنا عندي ري انستول لان انا سطبتها. تضغط على انستول في ام وير تولز. بعد ما تضغط عليها وتتسطب، هتروح تفتح ماي كمبيوتر. طبعا هنا اكنك برضك بتجيب ماي كمبيوتر عادي جدا، زيها زي النسخة، زي النسخة ويندوز 10 او ويندوز 11. هتروح تضغط هنا على السيتنج، تضغط على سيستم، تضغط على لا تضغط على بيرسوناليزيشن. تمام، تضغط على سيمز، تنزل تحت هتلاقي في الديسكتوب ايكون سيتنج. هتعلم على الماي كمبيوتر، تضغط ابلاي واوكي. تمام، زيها زي الويندوز 10. هتلاقي افتح ماي كمبيوتر. هتلاقي في هنا عندك هيجيلك هنا زي في ام وير تولز، خانة هنا كده. لما تعمل انستول هتضغط عليها وتعمل نيكست نيكست نيكست. هتلاقي ان هو الشاشة عرفت ان الشاشة بتاعتك قد ايه، وخدت نفس المقاس بتاعها. طيب هنروح هنا للسيرفر مانجر. هنبدأ ان احنا نتعرف على السيرفر مانجر. طيب هتروح هنا تضغط هنا على لوكال سيرفر. طيب اول حاجة لما تيجي تدخل في 3 حاجات هتعملهم. اول حاجة الكمبيوتر نيم هتغير، وطبعا انا غيرته. الكمبيوتر نيم هتلاقي فيه اسم كده طويل. طبعا انت الكمبيوتر نيم اللي هو اسم الدومين بتاعك، لازم ان انت تبقى عارف هو هو الاسم ايه، لازم انت تكون كاتبه وحافظه. فهنيجي هنا نضغط على الكمبيوتر نيم. نضغط على اللي هنا اللي جنب الكمبيوتر نيم اللي هو الازرق دوت. وبعد كده تروح تضغط على تشينج. هتكتب اسم الكمبيوتر نيم، او اسم الجهاز بتاعك هيبقى اسمه ايه اللي هو الدومين. وبعد كده تروح تضغط اوكي. تمام، بعد كده ابلاي اوكي. دي اول حاجة هتغير الكمبيوتر نيم. طيب رقم 2، هنروح ان احنا ندي اي بي فيرجن 4 للجهاز بتاعنا. تضغط على الاي بي فيرجن 4، وبعد كده تروح تضغط تعمل كليك يمين. طب بروبرتيز هيظهر قدامك الشاشة ديت. هتروح تضغط على انترنت بروتوكول فيرجن 4 تي سي بي اي بي فيرجن 4. تضغط عليها، تضغط بروبرتيز. هتلاقي هي هنا اللي هي اوتوماتيكلي، ان هي هتاخد من الدي اتش سي بي.
انت هتروح تعملها ايه مانوالي، تكتب انت بايدك، هتروح مثلا تديها ايه 10.0.0.1. طبعا السبنت ماسك هياخد ايه، هو تلقائي بيكتب نفسه. هتروح هنا بعد كده، طبعا هتلاقي برضو نفس الكلام ان انت obtain DNS server address automatically. لا، هتضغط ان انت تعملها مانوالي. هتعمل ال 127 0.0.0.1 دوت الاي بي اللي هو بيشير للجهاز بتاعك. يعني انا الجهاز بتاعي 127.0.0.1، ونفس الكلام ممكن تكتب 10.0.0.1. ليه؟ لان انت دلوقتي مش هتكتب الدي ان اس بتاع جوجل، هتكتب الدي ان اس اللي هو بتاعك انت، اللي هو جهازك انت. ليه؟ لان انت من الاخر دلوقتي انت ما عدتش يوزر، انت دلوقتي بقيت راجل ادمنستريتور. ادمنستريتور يعني ان انت تفكر بعقلية الادمن. انت دلوقتي الجهاز اللي بيتحكم في الكلاينتس، الادمن بيتحكم في الكلاينتس. فانت كادمن لازم تكون الجهاز اللي الكلاينتس هم اللي بياخدوا منه. يعني احنا لما نيجي ندخل على ويندوز 10 هنكتب في الدي ان اس سيرفر الاي بي بتاع الجهاز السيرفر الدومين. اما هنا هتكتب اسم الاي بي بتاع الجهاز اللي هو الدومين. تضغط على اوكي وتضغط على كلوز. طيب دي كده تاني حاجة. طيب ايه هي تالت حاجة؟ هتروح ان انت تعمل التايم زون. لازم يبقى الوقت عندك، دي مهمة جدا، الوقت عندك على الجهاز بتاعك لازم يكون على المكان اللي انت فيه. هتظبط التايم زون، سواء هنا انا طبعا انا كايرو، هتضغط وبعد كده تعمل ابلاي واوكي. لو انت تعمل تشينج هنا تشوف انت في انهي مكان، وبعد كده تعمل اوكي وتعمل ابلاي واوكي. يبقى دول كده اول 3 واهم حاجات لازم تعملهم. طيب انا هنا في هنا الفاير وول، انا قفلت الفاير وول. طبعا احنا عايزين برضو نعرف ايه هو الفرق ما بين الفاير وول والفرق ما بين الايه الانتي فيروس. في عندك هنا برضو الانتي فيروس اهوت بتاع الويندوز سيرفر. طبعا زي قلنا نفس الويندوز 10 نفس الويندوز 11 نفس الحاجات فيها، بس في زيادة ان هو بيبقى فيه السيرفر مانجر والادوات اللي تمكنك ان انت تتحكم في الكلاينتس. طيب الفاير وول نقدر كده نقول هو عبارة عن سيكوريتي، هو عبارة عن ايه، عن ممرات. انا عامل كده زي الراجل اللي واقف على راجل الامن، حد داخل يشوف مين اللي داخل يبدأ ان هو يفحصه، وحد خارج يبدأ ان هو يفحصه. يبقى انا بتحكم، اقول لدوت انت تدخل واقول لدوت انت ما تدخلش. يبقى انا عارف مين اللي يدخل ومين اللي ما يدخلش. ده بناء على ايه؟ بناء على اللي انت بتقوله عليه. لا، ده تدخل لما يجي ريكوست من الفلاني تدخله، يجي ريكوست من هنا يبقى انت تقدر ان انت تتحكم في الترافيك اللي بتحصل. طيب الانتي فيروس، الانتي فيروس كده ان انت لو في عندك فيروس على جهازك تقدر ان انت مثلا تشيله، تجيب الانتي فيروس بتاعك وتنزله. لو انت طبعا يعني طبعا مهم ان انت تكون حاطط على الجهاز بتاعك انتي فيروس غير الانتي فيروس بتاع الويندوز. طبعا في ناس ما بتنزلش، بس طبعا ده مهم جدا ان انت تشوف انتي فيروس كويس وتنزله. طيب الانتي فيروس ان انت مش كل انتي فيروس بيظبط على على الفيروس اللي عندك. يعني انت ممكن يكون فيروس عندك وتروح تجيب احسن برنامج انتي فيروس ما يظبطش معاك، فتروح تشوف واحد تاني. ليه؟ هو الفيروس بيبقى ليه انتي فيروس معين، ممكن واحد يظبط معاك واحد تاني ما يظبطش معاك. طيب عايزين بقى ايه، هنشرح برضك حاجة مهمة. عايزين ان احنا لحد دلوقتي الجهاز بتاعنا ما بقاش دومين. انت لحد دلوقتي ورك جروب، انت ما تحولتش دومين. طيب احنا قلنا ان احنا اهم 3 حاجات عملناهم، هما ان انت غيرت اسم الكمبيوتر رقم 1، 2 الاي بي ادرس، رقم 3 التايم زون. طيب عايز برضو كده تيجي تعمل الريموت ديسكتوب عشان
لو حد عايز ان هو طبعا انت هتلاقيها don't allow remote connection to this computer، لا انت هتعملها allow remote connection to this computer، وهتشيل ال allow connection only for computers running remote. دي بتمكنك، بيقول لك ايه، ان الناس بس اللي معايا على في نفس الدومين هم اللي يقدروا ان هم ياكسسهم على الجهاز بتاعي. لا، انا عايز اي حد في اي حته انا اديته سماحيه ان هو اكسس عندي، ان هو يقدر ان هو يعمل اكسس على الجهاز بتاعي. هتعمل هنا اوكي. طيب يبقى هنا قلنا هنا من الريموت ديسكتوب هتروح هنا تضغط على، هتلاقي دي هنا ديس انيبل وهتعملها انيبل. طيب ماشي. عايزين بقى نروح ان احنا نعمل اد للرول، عايزين نعمل دومين، عايزين نسطب الدومين. طيب هنسطب الدومين ازاي؟ اي حاجة انت عايز تعملها، اي حاجة انت عايز تضيفها هنا، اي فيوتشر، اي تول، هتروح تعمل من المانج، تضغط على مانج، تقدر ان انت تضيف رول او فيوتشر او تحذف رول او فيوتشر. تضغط على اد رولز اند فيوتشر، تمام. هتروح تضغط، احنا عايزين ايه، مش كل حاجة نضغط على نيكست وخلاص، عايزين نقرأ ونعرف. بيقولك before you continue اتأكد ان ايه التاسك اكتملت. ايه هي التاسك ديت؟ ان الادمنستريتور عنده سترونج باسورد. قلت لكم واحنا بنعمل الباسورد بتاع الويندوز سيرفر لازم تكون تتكون من كابيتال وسمول وارقام. طيب هل الكلام ده مستمر؟ احنا بعد كده نعرف ازاي نلغي الكلام ده. مش لازم، ممكن اعمل 1 2 3، بس لازم ده الديفولت بتاع الويندوز سيرفر، لازم يبقى الباسورد قوي. طيب بيقول لك النتورك سيتنج، بيقول لك زي الاي بي ادرس لازم يكون متظبط. احنا لسه قايلين ان 3 حاجات اساسيين: كمبيوتر نيم، الاي بي ادرس، والتايم زون. طيب بيقول لك لازم الابديتس موجوده، هي على اخر ابديتس. طيب نضغط نيكست. طيب هنا بيقول لك اختار نوع الانستليشن اللي انت عايزه. طيب انت عندك حاجتين، بيقول لك رول بيزد اور فيوتشر بيزد انستليشن. بيقول لك ان دوت لو انت عايز تسطب التول او فيوتشر. حلو. بيقول لك باي ادنج رول اند رول سيرفر اند فيوتشر. بيقول لك ان انت لو انت عايز تهيئ سنجل سيرفر، هو سيرفر واحد. طيب بيقول لك هنا ريموت ديسكتوب سيرفيس انستليشن، لا دي حاجه تانية، ديت خاصه بالاكسس ريموت ديسكتوب. دي بعد كده برضو هنقولها يعني. نضغط نيكست. طيب انت عندك لسه عاملين اللي هو اي بي واحد. طبعا هنا اسم الدومين اهوت، اسم الكمبيوتر بالسيرفر بتاعنا، وهنا الاي بي ادرس. ما عندكش غير هو سيرفر واحد. طيب select a server or virtual hard disk. بيقول لك ان انت هتختار السيرفر بتاعك. طيب بيقول لك انت ممكن تختار هارد ديسك، فيرتشوال هارد ديسك. لا احنا هنختار احنا عايزين ننزل او عايزين نسطب التول بتاعتنا او الاكتيف دايركتوري، عايزين نعمله على مين؟ على السيرفر بتاعنا. طيب نروح نضغط نيكست. طيب هتروح تختار هنا، دي مش هتلاقيها متفعله، اضغط اكتيف دايركتوري دومين سيرفر سيرفيس، يبقى اكتيف دايركتوري دومين سيرفيسز. هتروح تضغط عليها وتضغط نيكست. طيب هو المفروض ان دي مش تظهر معاك، انت لما تضغط عليها كده هتقول له نيكست، وبعد كده تقول له اد فيوتشر ونيكست. تمام. هتلاقي هتيجي هنا هتقول له هنا بروموت. يبقى انت علشان تحول الجهاز بتاعك السيرفر الى دومين هتعمل حاجتين: هتروح ان انت تسطب الاكتيف دايركتوري، تمام، وبعد كده تروح تعمل له بروموت. هو هيخلص ويظبط نفسه. حلو. هيبدأ ان هو بيحمل هنا اهوت. هتروح فين؟ عندك هنا 3 اختيارات. بيقول لك add a domain controller to an existing domain. طيب احنا اساسا لسه بننشئ دومين، ما عندناش دومين موجود. طيب بيقول لك add a new domain to an existing forest.
برضك احنا لسه ما عملناش فورست اساسا، احنا لسه عايزين يبقى هنا فينا اد ا نيو فورست. فورست يعني إيه؟ يعني غابة. هو الترجمة بتاعتها للانجليزي يعني غابة. طيب هل هي معناها هنا غابة؟ لا، هو هنا معناها زي عيلة. يعني ان هي ايه، الفورست دي تحتها الدومين. يبقى انا هعمل فورست جواها كذا دومين، ممكن يكون ايه في اكتر من دومين في الفورست. تمام. هتروح هتعمل اد ا نيو فورست. بيقول لك هنا ايه، اكتب الايه اسم الدومين. طيب انا مثلا اروح اعمله فتحي، اروح اعمله هنا فتحي، نحول لانجليزي، فتحي دوت لوكال. تمام. نروح نعمل نيكست. تمام. في هنا بيقول لك هنا الفورست فانكشن ليفل والدومين فانكشن ليفل. طبعا هنا الفورست فانكشن ليفل مايكروسوفت اساسا اخر تحديث ليها كان 2016، ما عملتش تحديث بعد كده، فاحنا هنسيبها هي زي ما هي. تمام. بيقول لك هنا سبيسيفاي دومين كنترولر كابابيلتيز. طيب هنا في تلاتة هنا عندك هنا تشيك بوكس همت. اول حاجه هي الدومين نيم سيستم، الدي ان اس سيرفر. طيب عايزين نعرف كده مصطلح ان احنا نفتكر بيه دي ان اس. الدي ان اس هو عباره عن الدليل، هو الدليل بتاع اي حاجه، الدليل بتاع الدومين. في يبقى ايه، يبقى انا مثلا بقول لك انت مثلا عندك تليفون ارضي، فعايز تحط ايه، تبقى تتصل على الناس، فلازم تكون مسجل كده دفتر كده على جنب في ايه الاسم والايه، الاسم والرقم، الاسم والرقم دوت هو ايه ده الدليل الدي ان اس. طيب الجلوبال كاتالوج، الجلوبال كاتالوج دوت يعتبر الداتابيز اللي في الاكتيف دايركتوري، الداتابيز اللي في الاكتيف دايركتوري. حلو. طيب هنروح هنا بعد كده، بيقول لك هنا ايه، طيب ذا دايركتوري سيرفيس ريستور مود دي اس ار ام دوت لما ان انت عايز بعد كده مثلا انت فقدت الداتا، فعايز تسترجع الداتا دي، هتعمل ايه، هتكتب الباسورد دي. طبعا احنا هنكتب نفس الباسورد بتاعتنا علشان ما ننساش. بعد كده نروح نضغط نيكست. طبعا دي هنسيبها زي ما هي. بيقول لك ان هو بعد ما يخلص ويظبط الاكتيف دايركتوري هيبدا ان هو يعمل دي ان اس سيرفر. تمام. هنا هتضغط نيكست. طيب هنا كان بيدور، هو دور شاف هل في دومين موجود في الفورست عندي موجود باسم فتحي، لا ما لقاش. تمام. فايه لو هو لقى هيتلاقي مكتوب فتحي وجنبها زيرو، هو هنا ما لقاش، فايه طلع لك نفس الاسم. تضغط نيكست. لازم ايه تبدا ان انت تمشي خطوه خطوه وتطبق الكلام ده، ما ينفعش ان انت ايه تبدا ان انت تسمع وخلاص، لازم تطبق معايا وتذاكر الحاجه دي. طيب بيقول لك هنا ان ايه لوكيشن بتاع الاكتيف دايركتوري داتابيز. طيب في ايه الداتابيز، بيقول لك الداتابيز فولدر هنا موجود في الباص الفلاني. طيب وفي اللوك فايلز اللي هي لو في مثلا باسورد، في حد سجل، احمد سجل دخول في الجهاز الفلاني، يبقى الملفات ديت موجودة ان انا ابقى عارف مين اللي ايه، مين اللي مثلا دخل. طيب في الايه السيس فولدر دوت بقى عبارة عن السكريبت او الباتش اللي في الاكتيف دايركتوري، هو برضو تبع الداتابيس، كل دول كده تبع الداتابيس، بس دوت عبارة عن الايه السكريبت او الباتش. طيب ايه هو الباتش عبارة عن، هو برضو هو سكريبت، برضو الباتش سكريبت. للي فينا كده كان بيلعب بيس وهو صغير يقول لك في باتش علشان احطه على البيس 2019 يعمل لي الايه الجديد، ينزل ايه يبقى مثلا بيس 2021. طيب ده برضك نفس الكلام، هو برضك عبارة عن سكريبت. سكريبت بي ايه بيتحط
سكريبت او اوامر يعني بتحدث الحاجه دي. برضو كان نفس الكلام، هو برضو عباره عن السكريبتات اللي في الداتا بيس. هتروح هنا تضغط نيكست، هتسيبها طبعا زي ما هي، وبعد كده تضغط هنا نيكست. هنا بيراجع بيقول لك الاختيارات اللي انت اخترتها، هتضغط نيكست. هو هنا هو بيتشيك. طبعا هو بعد ما بيخلص هو اساسا بيعمل ريستارت لوحده. تمام. ده طبعا ما فيهاش اي مشكله، علامات الصفر دي ما فيهاش اي مشكله، تبقى تقراها مع نفسك. طيب انت برضو لازم تبقى عارف ان الكورس واي حد مش هيديك كل حاجه، فلازم ان انت تدور بره. تمام. اقرا الكلام ده مع نفسك، ولو عندك مشكله يبقى اكتب في التعليقات. نضغط هنا انستول. لازم طبعا يا جماعه نبقى عارفين ان احنا نقدر ان احنا ندور ونعمل ترابل شوتنج. لازم تبقى عارف ان انت تبحث، دي اهم حاجة، دي اهم حاجة في المهندس او اي حد شغال في في المجال بتاعنا. طبعا انت هنا بتفكر بعقلية الادمن، بعقلية الادمنستريتور. طبعا انت هنا في لازم عشان تبقى داخل على ويندوز سيرفر، الدخول عن طريق اكونت واحد بس، هو اكونت الادمنستريتور. طيب انا ممكن اروح اعمل اكونت تاني واديله صلاحية الادمنستريتور اخش بيه عشان اعدل؟ لا، هو التعديلات وانشاء الاكتيف دايركتوري والى ذلك بيتم عن طريق الادمنستريتور الرئيسي، وليس اكونت بصلاحية الادمنستريتور او يوزر بصلاحية الادمنستريتور. تمام. طبعا احنا هنسطب الاكتيف دايركتوري وهنقفل الفيديو على كده، وباذن الله هنبدا المره الجايه ان احنا نضيف يوزر ونضيف جروب، وان احنا ندي صلاحيات ونشرح الاجزاء دي. طبعا احنا برضو لازم نبقى عارفين الدي اتش بي سيرفر والدي ان اس سيرفر. الدي اتش بي سيرفر دوت كده دايناميك، بيدي للاي بي، بيدي اي بي للكلاينت. يعني انت على السيرفر ممكن تفعل الدي اتش بي سيرفر. بعد كده برضو هننشئه باذن الله، ده هيبقى من الدروس القادمه باذن الله. هننشئ دي اتش بي سيرفر على الدومين بتاعنا، يقدر من خلاله ان الاجهزه اللي في الدومين معانا زي الويندوز 10 او الويندوز 11 ان هم ياخدهم اي بي اوتوماتيكلي. ما نقدر مش كل شويه ندخل على الجهاز نقول له هو خد اي بي. ليه؟ لان انت دلوقتي بتعتبر ان انت معاك مش جهاز واحد، انت في شركة بيبقى معاك اكتر من 100 او 200 جهاز، فمش هتروح على كل جهاز منهم تقول له تعالى اما اديك الاي بي ادرس، او هروح تعالى اما ننشئ اليوزر. ما هو هنا برضو كده في فايدة اليوزر؟ ايه فايدة السيرفر؟ ان انا في اكتر من جروب، فبالتالي انا اروح ادخل على السيرفر، اعمل الاكتيف دايركتوري بتاعي، وابدا ان انا انشئ يوزر احمد ومحمد وهكذا. طيب الناس ديت تقدر ان هي تاكسس على كل جهاز في الدومين. يبقى انا مش هروح على كل جهاز واروح ابدا ان انا اعمل على كل جهاز مثلا تسعة يوزر، واروح على جهاز واحد اعمل 9 يوزر لحد 100، يبقى انا هعمل 900 يوزر. ولا اروح اعمل التسع يوزر دول بس على السيرفر؟ يبقى انا الاسهل بالنسبه لي، وعشان كده اخترعهم وعملوا السيرفر، ان انا اروح على السيرفر واعمل اليوزر. هو هنا بيقول لي ان هو هيقفل كده، هو خلص. تعمل له كلوز، بيقول لك انا سكسسفولي.
طيب احنا كده خلصنا درسنا النهاردة، وبإذن الله هو انا بيعمل ريستارتنج اهوت. بإذن الله الدرس القادم نبدأ نشرح اليوزر والجروبس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.